مختصر للشيخوخه ملي كتاخذ هاد الشباكيه دي. ونعطيكم الدقه العلميه. ملي كتاخذ انت شباكيه وحده يقدر توصل حتى 40 غرام ديال السكر، ديال ملي كنقول السكر كنقول الجلوكوز. الدم ديالك انت كامل فيه 5 يطرو، كل غرام فيه، كل يطرو الدم فيه غرام ديال الجلوكوز، يعني الدم ديالك كامل فيه 5 غرام. الشباكيه تقدر تاخذ لك حتى 8 ديال داك 5 غرام، يعني 40. انت ملي كتاخذ 40 وتحيد 5 غرام كتبقى 35 غرام. 35 غرام فين كتمشي؟ كتدخل للدم، الدم كيبقى يلوح حتى واحد ما يقبل عليها، كتمشي كدير لك امراض القلب والشرايين، كتمشي كتقصح لك الطبقه ديال الانتماء ديال العروق. عندنا واحد الطبقه علاش كنقولوا امراض القلب والشرايين. كتمشي الشباكيه كتطلع لك الهوموسيستين، ماده فيها الطحين فورس وفيها شي عسل، راه عايز السميه ديال العسل، ومقليه في الزيت. هذيك القليه في الزيت باش كتحمر وتعطي داك المذاق مقرمل كتسمى لا رياكسيون ولا برينيسمون نو انزيماتيك. انا ما كنسميش بالاسماء ديال الاسماء هكا، لان بين قوسين هي سميتها رياكسيون دو مايير. ما هي الاسم العلمي؟ البرينيسمون نو انزيماتيك. نفسه هي العمليه اللي كتوقع في الجسم كتسمى لا غليكاسيون. لا غليكاسيون تصور انت المريض ديالك كيكون عنده السكر كتقول له سير دير لي ليموغلوبين غليكي HbA1c، هما الكريات الحمراء المقرملين. راه ملي كتاخذوا الشباكيه كيدخلوا لي غليكوتوكسين كيديوك المرض السكري، كيوصلوك لو بري ديابيت، كيوصلوك انك تولي بري ديابيتيك، كيديروا لك امراض القلب والشرايين، تصلب الاوعيه، وكيعطينا واحد الخطر، كيولي الدم خاتر وما كتبقاش السيوله الجيده، وكدير لنا الجلاله، وكتمشي وكتقصح لنا الاوعيه لان كتقصح العمليه سميتها لا غليكاسيون. وكتمشي اكبر حاجه كديرها كتضرب لك الماطلا ديرميك. شنو هي الماطلا ديرميك؟ ليبيديرم لو ديرم ليبوديرم، هي الجلده ديالنا، وكيعطيوك لي غيد، كتعطينا التجاعيد. انا قلت كناخذوا طريق مختصر نحو الشيخوخه. هذه الشباكيه شحال كتمتع 3 4 ثواني. شباكيه وحده كافيه ان تخليك جسمك فيه تخمرات طول الليل ديال رمضان، ما تنعش. علاش؟ لان كتطلع الكورتيزول. لان علاش؟ لان طالع الانسولين. ملي كيكون طالع الانسولين مستحيل الميلاتونين والفالونتونين والسيسميتوكسير مالو الهرمونات ديال النوم يتفرزوا، لان الانسولين طالع. الانسولين خصها تهبط. هادشي كامل هذا كديروا الشباكيه. الا كنا هضرنا على سلو ناخذوه بطريقه مزيانه ونصوبوه بطريقه مزيانه وناخذوه في 11 شهر، الشباكيه ما خصناش ناخذوها في 12 شهر. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. اني اعرف انا مزيان ان هذا الشيء هذا متجدر عند بعض الناس، ما استسمح. كان لا بد من اجل هذا التوضيح هذايا، لان الا بقينا تابعين الشهوات الاكل ديالنا، رمضان راه ماشي شهر الشهوات، رمضان راه شهر ديال العمل، الشهر ديال تنظيف الجسم. ما باش نجيو نعطيو هاد الشباكيه ونعطيو هاد الشباكيه تضيع لك الصحه ديالك، تضيع لك صلاه التراويح، تضيع لك صلاه الفجر، تضيع لك وبعض الامور. شي هاد الغذاء وهاد راه جات من اجل التخمه، والتخمه تلهي المسلم عن العبادات والفهم يفهم. فاتمنى ان شاء الله اكون وصلت الرساله. انا من الناس اللي احب سلو خلال 11 شهر، مي في رمضان ما كناخذوش الشباكيه. ما تدخلوهاش عافاك لوليداتكم وما تعطيوهاش لوليداتكم. بعض الناس يقول لك لا صحيه نقادها بطريقه صحيه، ولا استسمح باش نكونوا صراحه. عندنا اشياء جميله في ثقافتنا نزوموا عليها ونركزوا عليها ونبعدوا على هذا الشيء هذا، لان هذا الشيء هذا لا يجديه نافعا. وانا قلت نبدا تصور باش نعطي مثال اكثر الناس. تصور انت ملي كتاخذ شباكيه وحده كتاخذ الحاجيات ديالك ديال الجلوكوز مده اسبوع. فانت ما كملش 24 ساعه ونقولوا احنا زدنا الوزن في رمضان، ولا عندنا مشاكل في رمضان، امراض القلب والشرايين في رمضان، مستعجلات كتولي عامله المستعجلات خصها على الاقل تنقص عليها الضغط في رمضان. حنا لا، وانا اشتغل في مستشفى واهل مكه ادرى بشعابها. المستعجلات كيوليو عامرين باش امراض القلب والشرايين وامراض المعده والجهاز الهضمي بالخصوص. ما احنا ما يمكنش في رمضان نلقاو
هاد الامراض هذه تولي متردده وتولي بالنسبه لي هي. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. مرحبا. مشكور جزيل الشكر استاذي. مختصر للشيخوخه ملي كتاخذ هاد الشباكيه دي، ونعطيكم الدقه العلميه. ملي كتاخذ انت شباكيه وحده يقدر توصل حتى 40 غرام ديال السكر، ديال ملي كنقول السكر كنقول الجلوكوز. الدم ديالك انت كامل فيه 5 يطرو، كل غرام فيه، كل يطرو الدم فيه غرام ديال الجلوكوز، يعني الدم ديالك كامل فيه 5 غرام. الشباكيه تقدر تاخذ لك حتى 8 ديال داك 5 غرام، يعني 40. انت ملي كتاخذ 40 وتحيد 5 غرام كتبقى 35 غرام. 35 غرام فين كتمشي؟ كتدخل للدم، الدم كيبقى يلوح حتى واحد ما يقبل عليها، كتمشي كدير لك امراض القلب والشرايين، كتمشي كتقصح لك الطبقه ديال الانتماء ديال العروق. عندنا واحد الطبقه علاش كنقولوا امراض القلب والشرايين. كتمشي الشباكيه كتطلع لك الهوموسيستين، ماده فيها الطحين فورس وفيها شي عسل راعي السميه ديال العسل ومقليه في الزيت. هذيك القليه في الزيت باش كتحمر وتعطي داك المذاق مقرمل كتسمى لا رياكسيون ولا برينيسمون نو انزيماتيك. انا ما كنسميش بالاسماء ديال الاسماء هكا، لان بين قوسين هي سميتها رياكسيون دو مايير. ما هي الاسم العلمي؟ البرينيسمون نو انزيماتيك. نفسه هي العمليه اللي كتوقع في الجسم كتسمى لا غليكاسيون. لا غليكاسيون تصور انت المريض ديالك كيكون عنده السكر كتقول له سير دير لي ليموغلوبين غليكي اش بي ا ان سي، هما الكريات الحمراء المقرملين. راه ملي كتاخذوا الشباكيه كيدخلوا لي غليكوتوكسين كيديوك المرض السكري، كيوصلوك لو بري ديابيت، كيوصلوك انك تولي بري ديابيتيك، كيديروا لك امراض القلب والشرايين، تصلب الاوعيه، وكيعطينا واحد الخطر، كيولي الدم خاتر وما كتبقاش السيوله الجيده، وكدير لنا الجلاله، وكتمشي وكتقصح لنا الاوعيه لان كتقصح العمليه سميتها لا غليكاسيون. وكتمشي اكبر حاجه كديرها كتضرب لك الماطلا ديرميك. شنو هي الماطلا ديرميك؟ ليبيديرم لو ديرم ليبوديرم هي الجلده ديالنا، وكيعطيوك لي غيد، كتعطينا التجاعيد. انا قلت كناخذوا طريق مختصر نحو الشيخوخه. هذه الشباكيه شحال كتمتع 3 4 ثواني. شباكيه وحده كافيه ان تخليك جسمك فيه تخمرات طول الليل ديال رمضان، ما تنعش